خير يا فندم. كابتن احمد، انا عندي كده ايحاء النهارده منك والكابتن خالد بيبو ان انتم مش معلقين محايدين وان الاهلي خد دوري. في ايه يا كابتن؟ ليه يا فندم؟ لا السعاده وخلاص والدوري اقترب فين يا كابتن؟ فرق 9 بونت بين الزمالك والاهلي. طيب وبعدين لو انت راجل محايد انت والاخ بيبو اللي فرحان قوي فاتح لي بقه من اليمين للشمال. لا يفتح بقه ويفرح، هو حر. لا حر ما يفرح. لا وكان الزمالك بيكسب وبنديله حقه تماما. لا هكمل كلامي. لا الزمالك كان بيكسب. هتكمل حضرتك. الزمالك بيكسب بياخد حقه تماما. الاهلي يكسب بياخد حقه. هتعلق وهتكمل حضرتك للنهايه. لكن الزمالك فاز وخد حقه ثالث وثالث. الاهلي يفوز ياخد حقه ثالث وثالث. اتفضل يا فندم. مدريد بيخسر والبرازيل بتخسر، ايه المشكله؟ عادي جدا. لكن النهارده بالتاكيد ان الزمالك خلاص راح منه الدوري. يا سياده المستشار، انت اتفرجت على الماتش؟ سياده المستشار، سياده المستشار، انا بسالك هزيمه الزمالك من المقصه هي مفاجاه. انا بسالك يا فندم هزيمه الزمالك من المقصه هي مفاجاه. يا فندم في تغيير في جدول المسابقه بالتاكيد. اتفضل يا فندم. دي رياضه فيها كسبان تاكيد طبعا انما انك تدي حق ان خلاص الاهلي خد دوري مش هياخد الدوري 10 سنين. ده انت كلمتني كنت زعلان مني. انت قلت للناس ان الدوري في الزمالك، كنت زعلان من كده يا سياده المستشار. انسى اللي بقول لك عليه. لكن عيب يا كابتن احمد ان قناه محايده وانت بتظهر حياتك انت والكابتن خالد بيبو وانا وش حلو على الاهلي وشوف اللي حصل للزمالك. هو في يا جماعه؟ بص يا سياده المستشار، الدعابات دي مطلوبه في شغلنا، واحنا اكثر الناس لا اقسم لك بالله احنا اكثر الناس حيادا واحتراما. وانا طلعت الناس كانت بتشكل. استنى بس يا فندم اسمعني بعد اذن حضرتك. انا طلعت وانا بعلق على المباراه، طلعت شفت ضربه الجزاء، كلهم كانوا بيقولوا مش بينالتي بتاع الزمالك، قلت لهم انا شايفها ضربه جزاء صحيحه. انا طلعت قلت هذا الكلام. شفت ضربه جزاء احمد الشيخ في البدايه، قلت لا ارى فيها ضربه جزاء. ده الحياد اللي حضرتك تطلبه مني. انا استفدت ايه بقى يا عصام يا عبد الفتاح؟ ده حضرتك بينك وبينهم، انا ما عنديش مشكله يا سياده المستشار. انا اللي بقوله علنا. انا بقول له ابراهيم نور الدين لا مصمم عليه.